مساء الخير يا إخواتي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام. بصراحة وحشتوني جدا. وحشتني الفضفضة اللي بحس فيها إننا قاعدين سوا وبنحكي مع فنجان قهوة لذيذ. كل واحد فينا شايل حكاية جواه، بس أحلى حاجة إننا نركن الوجع شوية على جنب ونتكلم من القلب. النهاردة كنت مترددة قوي أفتح الموضوع ده، بس حسيته بينادي عليا، يمكن علشان كلنا في وقت من حياتنا حسينا بيه. الموضوع النهاردة عن الخذلان. ويعني إيه خذلان يا سيلة؟ الخذلان بيحصل لما بتدي حد مساحة من روحك وتحكيله عن أضعف حتة فيك، وتفتكر إنك أخيرا لقيت أمان، وفجأة تلاقيه هو السبب في كسرك. الخذلان مش مجرد تصرف، ده وجع بيقعد جوه الروح، وجع ساكت، كأنه سكينة باردة بتغرز ببطء جواك. بتفضل تسألي نفسك، هو أنا كنت أستاهل كده؟ هو أنا غلطت لما صدقت؟ بس الحقيقة الخذلان مش دايما غلطنا، إحنا بس بنحب بصدق وبندي بحب من غير ما نحسبها. وعلى فكرة مش شرط الخذلان يجي من حبيب أو حبيبة، ممكن يجي في صور مختلفة. صديقة وعدتك إنها هتفضل جنبك وسابتك أول ما احتجتيها، أو من أهل كنت مستنية منهم حضن وطلع مكانه عتاب. أو يمكن جه مننا إحنا شخصياً، لما اكتشفنا إننا سكتنا على وجع كتير علشان ما نخسرش حد، بس في النهاية خسرنا نفسنا. وأكتر حاجة وجعتني في كل خذلان عشته مش بس إن حد جرحني، لكني فضلت فترة مش عارفة أصدق حد تاني. بقيت كل مرة حد يقرب أحط بيني وبينه ألف سؤال وخوف. بس مع الوقت فهمت حاجة مهمة جدا، الخذلان مش نهاية الحكاية، ده اختبار بيعلمنا نختار نفسنا، بيفتح لينا مساحة نعرف إمتى نقف، وإمتى نقول كفاية، وإمتى ندي اللي يستحق مش اللي يطلب. اتخذلت كتير، وكل مرة كنت بطلع منها بجرح، بس كمان كنت بطلع منها بنور، نور بيقولي خلي بالك من قلبك، بس ما تقفليش عليه. الخذلان وجع، بس ساعات بيبقى دافع، بيخلينا نعيد ترتيب دنيتنا ونفلتر الناس، ونفهم إن اللي راحوا ما كانوش هم الأمان، ده ربنا اللي شالهم علشان يفضى مكان للي يستحق. فلو انتي دلوقتي موجوعة، اعرفي إن ده مش ضعف، ده دليل إنك حسيتي بصدق. بس وعدي نفسك إن الوجع ده مش هيكسرك، لكنه هيعلمك، هيخليكي تبني حدود بس بقلب سليم مش متحجر. وما تنسوش، الخذلان ممكن يوجع، بس عمره ما يقدر يطفي نور روح حقيقية. وصدقوني يا جماعة، كل مرة بنفقد فيها حد بنقرب من نفسنا أكتر، وبنكتشف إن ربنا عمره ما خد مننا حاجة إلا علشان يعوضنا بحاجة أنقى وأريح لقلبنا. الخذلان ممكن يكون رسالة مش عقاب، رسالة بتقولنا اختاروا نفسكم المرة دي، وتعلموا تحبوا نفسكم قبل أي حد. مستنية تفاعلكم يا أحلى عيلة، وياريت لو في أي موضوع تحبوا نتكلم عنه اكتبوه في التعليقات، ونشاركه سوا ونشوف الإيجابيات اللي ممكن نوصل ليها من خلاله.